فضيحة تحكيمية يا السادة، فضيحة تحكيمية يا السادة. المساعد شاهد ما شافش حاجة. شوف الفيديو، شوف السينما، شوف المسرح، راجع أمورك، دبر أمورك. هذه القاضية، هذه الأخيرة، هذه الأخيرة، هذه الأخيرة. ركلة جزاء، ركلة جزاء هنا لمصلحة ليفربول. صلاح والرابع، صلاح والرابع، صلاح والرابع، صلاح والرابع، صلاح حطها. Keeps it alive, sends it back in again, and Arda comes, misses it. Caught the Wolves player there. There's two shouts for a penalty. You can't do that, surely. Wolves keep coming, but the restart is being delayed. أرنولد يرفع الكرة لم تمر. زينشينكو صلاح معاه. قاعد هنا لمسة يد. أنا لم انتبه للمسة يد مثل هذه من أوديغارد. قريب خداها معاه الكرة. شارف في المنطقة. إنجيزا أمامية ملعوبة. أوسيمين الآن كرة في المرمى. يعودون وعلى أرضية ميدانهم يرفضون الاستسلام والخسارة. وهذه المحاولة وهذه اللقطة والتمريرة من إنجيزا، والكرة بعد ذلك فيها سقوط، فيها سقوط من إنييغو مارتينيز. والحارس يسود. ما زالت الخطورة قوية مرة ثانية، وجول وضعية التسلل قوية، وجول وضعية التسلل بعدد اوي اللي سجل ما كان في وضعية تسلل. اللي كان في وضعية تسلل هو مهاجم آخر. المحاولة لا زالت مستمرة وخطيرة. عرضية خطيرة خطيرة. أنتوني جوردون يسجل ويضع الكرة في شباك. الرابع جاء، التسديدة لا رودري طماعين عناصر توتنهام وإميرسون، وما زال الغول وانطلق خطيرة. جريليتش الحكم صفر خطأ يرجع للخلف. الكرة لرودري عالية خطيرة. لا مرت سلامات وراحت ضربة مرمى. الحكم ينتظر إذا نادوا له، إذا لم ينادى الحكم تنتهي المباراة بالتعادل 3-3. ثالث تعادل على كرة رياض أمام شيبي. رياض يرفع الكرة الراسية من إسلام. اللاعبين الجزائريين يشتكون على ماذا هنالك. خطير يعيد المحاولة وتسديدة داخل منطقة الجزاء. مطالبة بركلة جزاء. وأنتوني تايلر عفوا على دافيد كارمو. تغطية دفاعية من فان ديفن. محمد صلاح يوصلها من هنالك للويس دياز وتسديدة بجول وضعية تسلل. لويس كنت متقدم في وضعية تسلل، وإلا تمريرة رائعة والتوغل رائع والتسديدة رائعة. الحصار لكن من دون فائدة حتى الآن، إلا إذا جن الجنون. هنا القائد أمام الحامي، أمام حامل عرين. هذه جول. فعلها كيليان، فعلها مبابي وسجل. Christensen's come forward from the back, and Araujo, who's looking with a little flick on again. Rudiger was the player who dealt with it. خطيرة جدا. عفيف وفما كرة والحارس يتصدى. فما راهي صفار. فما تسلل على العنابي، تسلل على أكرم عفيف. ضربة جزاء ثالثة بصافرة الحكم السينماني والحارس أبو ليلى. أكرم عفيف ويحسبها أكرم عفيف. هاتريك الأردن العراق في
في استاد المدينة. تمشي كرة خطيرة، يدخل عفيف وضربة جزاء، ضربة جزاء لأكرم عفيف. بنالتي يتنفس يمشي عفيف يقدم يحط جول. سليم تمريرة بينية وانطلاقة الآن وعرضية ومحاولة لكريستيانو، وكريستيانو الكرة راحت إلى ضربة زاوية ومطالبة بلمسة يد. كانت فرصة، محاولة كريستيانو، مر كريستيانو والتقدم وكرة فرصة نصراوية. تاليسكا من الزلزولي ينطلق، الزلزولي في العربة، الزلزولي يمشي، الزلزولي يمشي. سقط الزلزولي في السقوط، والحكم يقول له في اعطاء نفل جديد على مستوى التنشيط الهجومي، خاصة لما يكون أناحي سيباري أناحي. أنا أتصور هذه الثنائية ستكون ممتازة في الدقائق القادمة. ماماراداشفيلي، ما زالت الخطورة مرة ثانية، وإبراهيم والحكم يصفر، إبراهيم والحكم صفر، الحكم صفر، الحكم صفر نهاية المباراة بالتعادل، هدفان لمثلهما. دائما هذا الحكم حكايته حكاية، دائما هذا الحكم يخلي وسائل الإعلام الإسبانية تتكلم عنه. تكلموا عليه قبل موسمين، أعطى 3 ركلات جزاء لفالنسيا ضد الريال. أنا شفته صفر صراحة، يعني أنا شفته صفر قبل أن تلعب الكرة. تقولوا لي كان بإمكانه يخلي اللقطة أوكي، ولكنه صفر الحكم قبل أن تلعب الكرة ويسجل الهدف الثالث ويطرد أحد اللاعبين بعد هذا التدخل. أتصور بأنه لاعب من لاعبي فريق ريال مدريد الذين لم يستمعوا ممكن لصافرة الحكم، لأن الهتافات والتشجيعات كانت كبيرة، ولكن الحكم أعتقد بأنه صفر، ليس لأنه صفر أم لا ولكن لأنه مثير للجدل في كل مرة في مواجهات فالنسيا الريال. لا